الرضاع ما كان دون الحولين، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. لكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشوكاني وعدد من العلماء المحققين إلى أن إذا احتاج أهل البيت إلى شخص يدخل عليهم ولا ساكن عندهم ما عندهم إلا يعني ما له إلا أهل هذا البيت، ودخوله وخروجه فيه صعوبة عليهم، في بنات وفيه الزوجة، فترضعه في هذه الحالة لا بأس. والدليل حديث سالم مولى أبي حذيفة، كان مولى لأبي حذيفة، فلما نزل تحريم التبني جاءت امرأة أبي حذيفة وقالت يا رسول الله إن سالما يدخل علي وقد حرم الله التبني، قال أرضعيه تحرمي عليه، وهو كبير. وكذلك عائشة رضي الله عنها إذا كانت تريد أن يدخل عليها أحد تحتاج دخوله طلبت من إحدى أخواتها إنها ترضعه حتى تصير خاصة من الرضاع يدخل عليها. لكن هذه لأن عائشة رضي الله عنها ما حملت. هل هذه يعني خاصة بهم فقط؟ لا ليست خاصة.